السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد. واش راكم البنات؟ ان شاء الله تكونوا كامله باش الله تكونوا في احسن الاحوال يا رب. اليوم جيتكم بنهار جديد وروتين جديد. اليوم حشارك معكم روتين يوم الجمعه، اهم روتين واهم يوم في الاسبوع. كما نعرف كامل باللي الجمعه هو عيد المسلمين، يعني هذا نهار يعني ما نعملوش كما سائر الايام وما نديروش فيه يعني الشغل تاعنا اللي رانا كل يوم نديرو فيه. وانا عاده ما نخدم حتى خدمه في هذا النهار الا اذا كانت يعني خدمه ديك اللي مضطره ليها ما نقدرش ناجلها. مثلا كيما اليوم هكذا عندي صال دو بان، يعني لازم نعقب عليها. هذيك تعقب على خفاكم على بالكم باللي حاجه ما تتاجلش، ما نقدرش نخليها من كيما نقولوا نهار بعد. ولا المفروض يعني ليله الخميس نكون ديجا نقيت صال دو بان تاعي، ومع ذلك مع الصباح مع الدراري يدخلوا ليها اكيد راح ترجع كما كانت. والله نغسل هذوك الصحون او الاطباق اللي رايحين نتغداو فيهم. اباغ ما ندير حتى حاجه، ما نخدم حتى شغل يعني الكبير، ما نسيق، ما نفرز، من ندير تنظيم، ما ندير تنظيف عميق. على بالي باللي مش كامل نسى تصح لهم انه كيما نقولوا الايامات الاخرى يخدموا خدمتهم. ناس كاين بزاف نساء عاملات يستناو في نهار الجمعه باش يقضوا هذيك الخدمه نتاعهم. بصح نصيحه انه كل خدمه اللي حتى خدميها نهار الجمعه قسميها على سائر الايام. كل يوم ابداي جبدي حاجه. نهار الجمعه تلقاي روحك ديجا قضيتي كلش، ونهار اللي قبله يعني الخميس مع العشيه تكوني ديجا يعني درتي السياقه للدار، وكاش ما عندك قش غسلتيه. الصباح تصبح يعني صباح الجمعه تصبح الدنيا كامل مفحفحه نقيه، ما تقضي حتى قضيه ابار يعني تنوضي صباح ممكن وليداتك تدوشيهم ديري لهم هذاك الوضوء تاع السنه. هذا يعني من باب يعني الاجر، ويعني تقدري تدوشي من نهار الخميس. بصح يعني باش تولفي وليداتك باللي كاين وضوء وتعلميهم باللي وضوء الجمعه وحده، وتعطري دارك تبخريها. يعني البخور من احسن الاشياء اللي ديريها نهار الجمعه، انك تبخري. هذه الامور كامل عندهم علاقه بالطاقه. البنات لبنا بلي نهار الجمعه نهار كما نقولوا فيه فضل ذكر كبير، نهار يعني نكثروا فيه الصلاه والسلام على الرسول عليه الصلاه والسلام، نهار يعني نديروا فيه صدقه. يعني هو من عاداتنا احنا يعني كجزائريين، عندنا نهار الجمعه نطيبوا يعني حاجه ونخرجوها برا، خاصه الناس اللي تحب دير المعروف. خاصه في المنطقه نتاعنا احنا دائما نديروا العيش ويخرجوه نهار الجمعه، او يديروا طعام او يديروا شخشوخه. واهم شيء الواحد لازم يكرم وليداته، لازم يخلي لهم هذيك الذكرى المليحه وهذيك العاده المليحه تاع نهار الجمعه. باللي لازم دائما كما قلت لكم ديارنا نقيه، لازم نطيبوا ماكله تقليديه نتلموا عليها، نديروا حاجه الحلوه مع العشيه هكذا ثاني نتلموا عنها. لازم نعلموا ولادنا باللي هذا نهار تاع ذكر، نهار تاع قران، نهار تاع صدقه، نهار يعني مقدس عندنا احنا كمسلمين، وما يعاملوهش كسائر الايام. كما راكم تشوفوا هنا بعد ما درت هذيك التنظيفه الخفيفه للصال دو بان، دخلت هنا طول الكوزينه يعني درت باش ندير فطوري. هنا درت طعام. احنا عاده يعني في المنطقه نتاعنا نديروا اي حاجه تقليديه مش شرط طعام، يعني اي حاجه يعني النعمه. اغلبيه يديروا كاين اللي يديروا سويطي، كاين اللي يديروا الشخشوخه، كاين كل واحد وحسب مقدوره. يعني ماهيش عاده يعني كما نقولوا لازم طعام هذاك النهار، يعني ماناش كما اصحاب الشرق وبعض المناطق هنا في الجزائر. اليوم راح نشارك معكم طعام ولاد نايل. الصراحه انا طعام والله ما نطيب فيه بزاف، يعني قليل وين نطيبوا اللي خاصه يعني كي نعود وحدي انا وليداتي برك. كيعود المسيو هنا دائما نطيبوا، او كي يجيني ضيف يعني تسمى هذو الحالات اللي نطيب فيهم طعام. اباغ يعني كي نعودوا اصلا هو تليق له الجمله، تليق له العائله، ما تليقش يعني تاع كيما نقولوا فرد ولا زوج. المهم البنات كما راكم تشوفنا راني فورت الطعام تاعي. انا نديرو نغسلو قبل، يعني قبل ما نفورو نديرو في طاوه ولا في طبسي، ونغسلو نشلو بالماء ونصفيه ونحطو ونديرو ديك القطره، نحطو حتى يتشرب، ومن بعد نديرو ديك القطره تاع الزيت ونحطو يفور. انا عدد الفورات نفورو من 3 حتى 4. نحب الطعام يعني يكون طري، ما يحبش يكون حرش في الفم، وكل واحد كما نقولوا طريقته في تفوار الطعام. وهذا هو طعامنا احنا تاع ولادنا، لازم يجي رطب، لازم يجي طري، ما يجيش كامل فيه هذيك الحروشه والله. لانه تختلف المناطق الجزائريه نطق الطعام شحال من بلاصه وكل واحد كيفاش يطيب. كيما هنا درت له 3 فورات، بصح فورات كيما نقولوا فورتها مليح. وهذه بعد ما كملت الفوره الاخيره لازم نديرو هذيك الرشه نتاع السكر. على بالنا بلي طعام ولادنا فيه السكر، وعلى بالي بلي كاين بزاف مناطق ما يديرولوش السكر. درت له هذيك كيما قلت لكم الرشه تاع السكر، ودرت له ملعقه كيما راكم تشوفوا هنا تاع الزبده سمقت بها. يعني عاده احنا كيما نقولوا نديروا الدهان هو اللي نسمغوا به، اما او دهان وزبده يخلطوهم مع بعضهم، يذوبوهم يخلطوهم مع بعضهم. انا ما عنديش دهان صراحه، ما نحبوش يعني ما نحبش لو تاعو قليل وين ناكلو. سي بوغ سا درت الزبده او زبده وزيت. المهم كيما راكم تشوفوا سمقت الطعام تاعي، والمرقه تاعي كنت ديجا طيبتها. مرقتنا ثاني نديروا لها السكر البنات، ندوزنوها بالبصله والثوم اذا كانت فيها اللحم،
ونديروا لها الطماطم تاع العلب، ونديروا لها ملعقه نتاع سكر، او كاين بزاف مناطق يديروا الغرس. يعني المهم حاجه حلوه. والحاجه الاخرى ثاني اللي نديروها يا ربي، ولي زيبيس ما نديروا لها والو، نديروا لها مجرد فلفل احمر يعني سواء حار او الفلفل العكري، وشويه نتاع الكزبر ملح. ندوزنوا فيه هذاك اللحم. كما قلت لكم ديروا هذيك الملعقه نتاع السكر اذا كانت باش تنقصنا هذيك القرصيه تاع الطماطم. نمرقوها بشويه تاع ماء وبالزيت طبعا، ونديروا هذاك الطراف تاع اللحم او الدجاج ونسكروا عليه لاكوكوت حتى يطيبوا. بعد ما يطيبوا نحوهم ونديروا الخضره تاعنا، نديروا الكورجات ونديروا البطاطا ونديروا الزرونديه. يعني وكل منطقه كيفاش دير، كما مناطق الشرق يديروا بالخرشف، احنا مناطق تاعنا نديروا البطاطا. وتبقى كل منطقة عندها اللمسة الخاصة تاعها والذوق نتاعها. شوفوا هو طبق واحد، تسمية واحدة، بصح بنة مختلفة في كل مناطق الجزائر. يعني احنا تاع الوسط ماناش كيما تاع الشمال اصحاب العاصمة وضواحيها اللي يديروا بل كيما يقولوا هما المرقة البيضاء، وكيما نتاع الشرق ومش كيما نتاع الغرب ومش كيما تاع الجنوب اللي يديروه بالبندراق. وكاين بزاف يعني كيما نقولوا طرق يطيبوا بها الطعام. المهم البنات الحاجه المليحه انه هذاك الاختلاف يخلينا وهذاك التنوع في الجزائر. والله صدقوني تحسيش روحك راكي عايشه في دوله واحده، تحسي روحك عايشه في عده دول. يعني العكس دول واحده اخرى تلقاي 3 دول ولا 4 يشتركوا في طبق تقليدي واحد. وهذه هي الميزه المليحه في الجزائر. كما راكم تشوفوا هنا البنات كملت الماركه نتاعي، كما راكم تشوفوا درتها ثاني خاثره، وانا نحبها هكذا ما نحبهاش مايها. والكميه يعني درت كميه قليله ماهيش بزاف بصح يعني كما نقولوا قلت لهم شوفوا هذه تتغداو منها تفطروا منها وتتعشاو منها. راح نطيب لكم وجبه واحده، وكما كان الحال ولا غير كلينا وفضل ربي يطرح فيها البركه، وقعدت لي حتى لليل. ونزيد معاه حاجه خفيفه فقط. كما راكم تشوفوا البنات هذه هي السفره تاعنا تاع نهار اليوم، او كما نقولوا الطاوله تاعنا تاع نهار الجمعه. حاولت اني نحط لهم كما نقولوا هكذا تعود نظيفه مرتبه، يعني ديري ذيك القيمه لوليداتك. مش دائما يعني الواحد يحط للضياف فقط، فاولى انا نحس كما نقولوا او نقول باللي وليداتي اولى بهم من ناس واحده اخرى. يعني نعامل وليداتي على اساس هما ضياف عندي، يجي نهار وين يكبروا ويروحوا يعني مهمش حتى وليداتي صح راهم ضياف عندي، مهمش راح كما نقولوا مهمش دايمين لي. يجي نهار وين يسقلوا ويتفرقوا عليا وكل واحد يعود بدارو. ان شاء الله برك نخلي لهم ذكرى مليحه هكذاك. ودائما نقول لكم بلي رانا نعيشوا في ماضي تاع اولادنا، الواحد دائما يحب يخلي لهم هذيك الصوره المليحه على نفسه، كما نقولوا بالشيء اللي يقدر عليه. ما نقولكش بلي رانا ماناش نعاملوا فيهم ديك المعامله الكامله. يعني الواحد راه ماشي يدعي في المثاليه. انا ثاني راني نعيط على وليداتي من ذاك ومن ذاك نضربهم ومن ذاك راكم على بالكم. بصح الواحد كي يعود في مقدوره انه يعاملهم على اساس معامله طيبه، ما يبخلش نفسه وما يبخلهمش. المهم يا البنات حبيت نشارك معكم اليوم وصفه تاع كيكه بالخوخ، يعني بالكراميل. تحبي ديريها بالخوخ، تحبي ديريها بالتفاح، تحبي ديريها بالاناناس اللي عندك، تحبي ديريها بالتشينا في وقت التشينا، تجي بزاف بزاف بنينه. انا اليوم راح نشارك معكم الوصفه والطريقه كيفاش تجيك ناجحه. واول حاجه هنا نوجدوا الكراميل تاعنا. شوفي اذا كانت عندك طريقه معينه ما تخدمي بها الكراميل خدمي بها. انا حنقترح لك طريقه من الطرق، هي تحبي تحرقي السكر وحده كما العاده، او تحبي ديري له كما انا درت له شويه تاع الماء. هنا عندي كاس نتاع سكر، ضفت له تقريبا 3 ملاعق نتاع الماء وخليته حتى يتكرمل مليح. كما قلت لكم تحبوا ديروا الطريقه يعني العاديه بلا ما ديري الناس اللي مالفه تخدم الكراميل وما تخافش منها انها تحرق لها ولا يجي فيها هذاك لارييرغو، تحرق السكر تاعها بشكل عادي. هنا كما راكم تشوفوا بعد ما تكرمل السكر نتاعي والحق هذا اللون البني، ضفت له هنايا ملعقه كبيره نتاع زبده او مارغرين، يعني اللي متوفره عندك. كما راكم تشوفون نحاول نذوبها في هذيك الكراميل بهذه الطريقه، ونروح نديروه في المول اللي راح نطيب فيه الكيك نتاعنا. وهنا نجي نستف الخوخ تاعي، كنت قطعته على شكل شرائح البنات. هنا نوعيه الخوخ نخيل حبات القاسين يعني ماهمش طريين، كما تقدري ديري النكتارين، وخاصه الا كان الكون تاعو ماهوش كما نقولوا صامت، من داك تشري فاكهه ولا الكون تاعها صامت ماهيش حلوه. يعني ديريها هكذا بشكل كما قلت لكم بشكل كيك، يعني راح تجي بزاف بنينه. هنا البنات كما راكم تشوفوا ستفتهم بهذا الشكل، يعني درت لي 2 حبات نتاع خوخ، وجيت هنا للخليط نتاعنا تاع الكيك. واش عندي هنايا 2 حبات نتاع البيض، درت لهم تقريبا ربع كاس نتاع السكر. هي الوصفه فيها نصف كاس نتاع السكر، انا درت ربع كاس لانه كما شفتوا الكراميل وراح كما نقولوا الكيكه تاعي تجيني حلوه بزاف. هذا يعني انا الذوق نتاعي الخاص، يعني نتوما الناس اللي تحب الحاجه الحلوه دير نصف كاس، انا عندي ربع كاس يكفي.
وهنا راه يزن هو اللي راه يخلط. دائما كيشوفني انا نطيب في حاجه ولا دائما يحب يدخل معايا يقول لي ماما خليني نخدم معاك. صراحه ما نردوش من داك نمدلو، يعني ما نمدلوش برك الحاجه اللي تكون خطيره. كما راكم تشوفوا هنايا بعد ما خلطت البيض والسكر نتاعي، جيت هنا درت نصف كاس نتاع الزيت، نخلط الخليط كامل كما راكم تشوفوا بالفوي، او تحبي تستعملي الباتور او تحبي ديريهم في الخلاط، يعني ديري كامل المكونات مع بعضهم تكون لك اسهل. هنايا ضفت علبه نتاع ياغورت، من الاحسن تكون طبيعي او بذوق الخوخ، ونصف العلبه حليب. انا نصف العلبه هذيك زدتها فقط في المكونات. شوفي هنا تقعد لك حسب المول تاعك، اذا كان المول تاعك من الحجم الكبير فتحتاجي كميه الكيك تكون كبيره، تضيفي علبه كامله تاع حليب او عصير. اذا كانت يعني المول اللي راح ديري فيه الحجم تاعو ماهوش كبير بزاف فتكتفي فقط كيما نقولوا بالياغورت فقط، يعني ما تضيفيش الحليب. هنا البنات ضفت كم شويه ملح، يعني نسيت ما درتهاش من الاول، وضفت لافاني، وفي الاخير ضفت الفارينه تديري تقريبا واحد الكاس ونصف مع باكي نتاع خماره. ودائما تقعد عينك ميزانك، يعني حسب قادره تزيدي ملعقه قادره تنقصي ملعقه نتاع فارينه حسب كما قلت لكم نوعيه الفارينه اللي عندك. خلطت الخليط كامل مع بعضها حتى يتجانس، ومن بعد صبيته فوق هذاك الخوخ نتاعنا. دخلته هنا على فرن مسخن من قبل على درجة حرارة 170 درجة. هي دائما درجة حرارة ريقلي حسب المول اللي عندك. انا عندي هذا المول كما نقولوا جاي ثقيل شويه، يعني درت 180 درجة. اذا كان عندك مول من هذوك تاع الحديد اللي جايين خفاف نقصي النار، يعني ديري حتى ل 170 160 درجة، وباش يعني ما تحرقلكش الكراميل تاعك من تحت. انا عندي كما قلت لكم هذا المول ثقيل، فداري تقريبا واحد نصف ساعة هو يطيب وعلى درجة حرارة 180. بعد ما طاب الكيك نتاعنا يعني ديري كيردون، شوفي الكيك نتاعك من داخل اسكو مازالوا كيما نقولوا يعني مازالوا طاب ولا ما طابش. المهم راكم على بالكم هنايا وهي سخونه البنات لازم تقلبيها، لانه الكراميل يكون ذايب. لو كان تخليها تبرد فراح الكراميل هذاك يجمد وتقعد لازقت لك في المول نتاعك. لازم وهي سخونه تقلبيها. هنا راني حاولت نقلبها طول في الطبق اللي راح نقدمها فيه، بصح وليت سكرت الكاميرا بعتها بجهه باه نقدر نقلبها، وليت قلبتها بهذا الشكل كما راكم تشوفوا، وتتنحى لكم بسهوله. اللي زعما تنسى مثلا ما تقلبهاش في نفس الوقت وتبرد لها، تعاود تسخنها فقط وتعاود تقلبها. وهذا هو الكيك نتاعنا بعد ما قلبناه كما راكم تشوفوا. جات بزاف بنينه صراحه. انا نحب تاع التفاح، بصح هذه تاع الخوخ ثاني مدت نتيجه روعه البنات. يعني تاع التفاح عندي ادمان عليها، يعني دائما نطيبها، سواء يعني نديرها بهذه الطريقه بالكراميل او كما نقولوا ندير التفاح من فوق، يعني بطريقه واحده اخرى. وكنت نطيبها بزاف، يعني خاصه وقت من يكون التفاح رخيص دائما نطيبها. ان شاء الله نشاركها معكم الايامات القادمه ان شاء الله. وكما راكم تشوفوا هنا راني مع العشيه، هنا لميت وليداتي حضرت لهم هذاك الجو، وانا والمسيو درنا فيها قهيوه كحله. ما حبيتش ندير الحليب لانه كنا ديجا تغدينا روطار، و يعني صراحه دار شيخي انا يتغداو قبل الوقت، يعني زوجي متعود انه يتغدى كيما نقولوا صباح بكري على 11 ونص، وانا لا انا عكس. في دارنا عندنا خاصه يوم الجمعه يعني نتغداو بعد الصلاه. خاوتي دائما يقولوا باللي باش يروح واحد خفيف للصلاه ويحضر الخطبه ويركز فيها ويركز في صلاته، مش كما تروحي وانتي تيجي كرشك مليانه يعني وتقضك هذيك النعسه في وسط الجامع. فانا قلت لهم يعني روحوا كما نقولوا صلوا قبل ومن بعد روحوا اتغداو. اخي عندي الحق. المهم البنات كما راكم تشوفون راني قطعت الكيكه نتاعي. هنا راني جيت لنهايه الفيديو. نتمنى انكم استفدتوا من هذا الفيديو، ونتمنى اني نكون خفيفه ظريفه عليكم. انا صراحه ما نبيش لجاني هذا الفيديو الاوديو تاعو ثقيل بزاف معايا، زين كل دقيقه يدخل عليا نكوبي الاوديو يقول لي ماما هضري معايا، ومن بعد يولي يخرج، ومن بعد يولي يرجع، ومن بعد المهم هبني ماما اعطيني الماء، ماما اعطيني ناكل، ماما ذيك، ماما يجي يحكي لي حكايه. المهم البنات هنا راني جيت لنهايه الفيديو. نتمنى انكم استفدتوا، نتمنى نكون عند حسن ظنكم. خليتكم في رعايه الرحمن، والى اللقاء في فيديوهات قادمه باذن الله.